بس في حاجات بجد ما ينفعش نتخلى عنها حتى لو مش بنلبسها. ومن العلم ما قدر. صباح الخير او مساء الخير على حسب بتتفرجوا عليا امتى. لو اول مره تشوفوني، انا نوران وبعمل كونتنت عن الوكاله، الاستدامه، الرسم على الهدوم، اللبس التراثي، حاجات مختلفه كتير. لو انتوا انترستد ممكن تعملوا سبسكرايب، ممكن تعملوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوز اللي انا بعملها، تعملوا لايك وشير للفيديو ده لو عجبكم، بيدعمني كصانعه محتوى. شكرا لكم. بحاول اغير يعني السيت اب لغايه ما نشوف يعني ايه اللي عجبنا، او نغير عادي جدا مع بعض. انا عارفه ان وحشكم السيت اب القديم بتاع اوضتي القديمه والباك جراوند الزرقاء، بس سيلافي هنعمل ايه. فكره الفيديو ده لطيفه ظريفه خفيفه. عارفه ان انا كنت بقعد اقول لكم في السنين اللي فاتت الديكلاترينج، ولازم نشوف ايه اللي في دولابنا مش بنلبسه ونتخلى عنه كده، بس في حاجات بجد ما ينفعش نتخلى عنها حتى لو مش بنلبسها. هقول لكم امثله من دولابي. خلونا نبدا. اول حاجه الحاجات السنتمنتال او ذو قيمه، او يعني قيمه روحيه مش ماديه. يعني هديكم امثله. يعني مثلا ده دلايه بتاعه جدتي الله يرحمها، وعامه انا بحبها قوي. ما بقتش البسها زي زمان، بس لسه بلبسها من حين لاخر. وبرده يعني انا جبت الدلايه دي مثال، بس عامه الحاجات اللي هي ذو معنى كبير، حاجات جدتي، حاجات مامتي. بس مش معنى كده ان انا مثلا ايه اخد كميه حاجات مثلا من صحابي ومامتي وجدتي اقول وما البسهاش واقول مثلا ايه مش مشكله، دي حاجات قريبه لقلبي. لا، بس يعني تذكار. يعني مثلا انا لما بروح بلد بحب اشتري حاجات قليله جدا تفكرني بالبلد، ومعظم الوقت بشتري مثلا ايه جولري، زي مثلا دي من اليونان، دي من تركيا كده، عشان بس تبقى تذكار من البلد، مش 100,000 حاجة. ما بعملش شوبينج يعني. نفس الكلام موضوع التذكار من الاشخاص، دي حاجة واحدة، حاجة تفكرنا بيهم. الدلاية دي حتى يعني لو انا مش ما بقتش البسها قوي زي الاول، بس عمري ما هتخلى عنها. وبعدين هي فضة كمان فتعيش للابد، وممكن كمان اورثها لاولادي، اقول لهم دي كانت بتاعت جدتي الله يرحمها. حاجات برضو ما اعتقدش ان انا ممكن اتخلى عنها في يوم من الايام. ممكن اكون غلط، بس يعني شخصيتي اللي هو دلوقتي حاسه ان ما اعتقدش. الشنط بتاعتي بتاعت سامي امين. انا طبعا ما جبتش كل الشنط، انتوا عارفينها. لو مش عارفينها روحوا للباك كولكشن، او يعني كولكشن الشنط بتاعتي، عملت له فيديو من كام فيديو فاتوا. ليه بقى؟ لكذا سبب. لان الشنط بتاعت سامي امين هي قطعه فنيه حرفيا. يعني انا لما بلبسها بحس ان انا لوحه متحركه، وكمان بحس ملهاش موضه معينه. يعني it's a piece of art. هل هي اكتر حاجه عمليه؟ لا، عشان كده مش بلبسها كل يوم، بلبسها على طقم معين في مناسبه معينه. بس هي زي ما بقول لكم pieces of art، حاجات تورث برضو، لان هي معموله من الجلد الطبيعي والنحاس، فلا يمكن موضتها تبطل، او احس مثلا وانا لابساها في يوم من الايام انه ايه ده شكلها قديم، شكلها غريب. لا، فالكولكشن بتاعتي بتاعت سامي امين بالاخص. يعني بجد عملت لسامي امين دعايه، كميه دعايه من ساعه ما بدات كونتنت. الصراحه هو يستاهلها. يعني البنطلون الاصفر الزاعق ده اللي انا رسماه، وبدات تطريز بس كسلت فما كملتش تطريز. اللي فيكم متابعني بقاله مثلا 4-5 سنين، انا مش عارفه بقالي على البلاتفورم دي بقالي قد ايه، يعني 4-5 سنين، هيبقى عارف البنطلون ده كويس قوي. ده اول بنطلون خلاني احس ان انا عايزه ابيع، يعني عايزه افتح البيزنس بتاعت نوت دلوقتي، واجيب لبس مستعمل وارسم عليه. ده بنطلون ليفايس جبته من الوكاله، كان مبهدل قوي. انا عارفه انه اصفر فاقع جدا، بس بجد انا كنت بلبسه كتير جدا. دلوقتي بطلت البسه عشان ساعتها تخنت وكان بيقفل عليا بالعافيه وما كانش مريح. انا مش عارفه دلوقتي انا خسيت سنه، خسيت وتخنت تاني. يعني عادي الجسم بيتغير، بس محتاجه اقيسه تاني. بس عادي ساعات في حاجات كده في دولابنا بنبعد عنها شويه وبعدين بنرجع لها تاني. غير البنطلون ده تحفه فنيه. مش عارفه هو هيفضل ستايلي للابد ولا لا، بس اعتقد هيفضل ستايلي للابد. هو وزاع قوي زي ما قلت لكم. يعني فكرته قريبه قوي من قلبي، لانه زي ما قلت لكم يعني هو الفكره اللي خلتني ابدا البيزنس بتاع نوت. يعني انا فكرت مثلا في حاجات انا رسمتها وطرستها، احتفظت بيها ولبستها كتير جدا جدا، وقلت خلاص هي دي اللي هتمثل البراند بتاعتي. بس قررت اتخلى عنها، لان قلت خلاص هبيعها في البراند عشان لبستها كتير وعادي مش محتاجاها تاني. زي ما قلت لكم فكره القطعه الواحده اللي هي ذات معنى، مش لازم يكون في 100,000 قطعه معناهم حلو بالنسبه لي. يعني البنطلون ده صحيح انا رسمته في فيديو قديم قوي على يوتيوب، هحط لكم الفيديو هنا. انتوا لو نزلتوا تحت خالص هتلاقوا فيديو بخطوات ازاي برسم على الهدوم. يعني فده معناه كبير بالنسبه لي. انا متهيألي ممكن
بعد ما اخلص الفيديو ده اقيس واشوف مقاسه بقى عامل ازاي عليا. كمان ستريت كات، فده اللي خلاني ابعد شويه عن لبسه في السنتين الاخرانيتين، لان انا بقيت اميل للكاتس اللي هي الواسعه من تحت، يعني اللي هي عامله كده. فالبنطلون ده اول بنطلون اشتريه من، واخر بنطلون يعني اشتريه من ليفايس، لان ليفايس مقاطعه دلوقتي، من المحل نفسه. هو بنطلون رجالي، وانا قصيته من تحت وقيفت الوسط بتاعه، وبجد بيرفكت. والناس كلها كانت بتسالني عليه. هو ستريت كات والجينز بتاعه كده جامد، والواش بتاعته فاتحه، فتحسوه جوكر يعني، تحسوه اللي هو ايه، بيليق على كل حاجه، كلاسيك. ليه مش هتخلى عنه رغم ان انا ما بقيتش البسه؟ لانه زي ما قلت لكم قصه كلاسيك، وحاسه انه رغم الموضه اللي بتروح وتيجي في الجينز والكاتس المختلفه بتاعه اللبس بتاعنا، دايما الحاجه الستريت هي دي الحاجه اللي دايما مش هتروح موضتها، يعني هنلاقي لها مكان وزمان تتلبس فيها. فالبنطلون الجينز ده كلاسيك، وحاسه ان هو بما انه ليفايس فان شاء الله المفروض يعيش يعني. وكمان ساعتها اشتريته ب 1600 جنيه، كان ساعتها غالي، دلوقتي اغلى ولا ايه مش فاكره، بس يعني ما اعرفش. برضو الجاكيت ده ليفايس بس اشتريته مستعمل، هو تقيل شويه تحسوه، اعتقد رجالي، هو رجالي، هو ميديم رجالي. اشتريته من بيج بتبيع مستعمل، مش فاكره من 3 4 5 سنين حاجه كده. هو تقيل ومش مريح قوي، وبرضو محتاج سيزن معين، يعني اللي هو مثلا خريف، يعني في الشتاء مثلا اللايرنج فيه بيبقى صعب عشان بيبقى تقيل قوي، فاللي هو هلبس بولوفر وعليه جاكيت. وفي الخريف بحس اللي هو لا مش مشكله هلبس مش عارفه ايه. فالمهم يعني انا بقالي كتير قوي مش بروح له، بس عايزه ابتدي البسه تاني. كل ما احس ان انا عايزه اتخلى عنه اقعد اقول لا ده جاكيت جينز والفيت بتاعته حلوه، فاقول خلاص لا خليه، وانا اكيد هرجع البسه تاني في يوم من الايام. موضته عمرها ما بتروح، والمفروض ان هو يعني ايه كلاسيك، يعني الكلاسيكيات. يعني الجاكيت الجينز والبنطلون الجينز الستريت كات. ممكن اروح برضو على، يعني انا مش جايبه كل اللبس اللي في دولابي اللي مش بلبسه، انا جايبه لكم بس امثله، وممكن نحطها تحت زي كاتيجوري او حاجه كده يعني. برضو الجاكيت الجلد ده، قعدت سنين بجد ادور على جاكيت جلد الكات دي، ويبقى فينتج، يعني بصوا الفينتج تاج، ويبقى جلد طبيعي، ويبقى بومر جاكيت الستايل ده. مش عارفه ليه ما روحتش للجاكيت ده الشتاء اللي فات، يعني ما لبستوش كتير خالص، حسيت اللي هو مش قوي. رحت لجاكيت تاني كده كنت جايباه من السنه اللي فاتت او اللي قبلها حاجه كده، هو جلد برضو بس بني غامق مش اسود. فرغم ان انا ما لبستوش طول الشتاء اللي فات، بس حاسه انه خساره لو اتخلى عن حاجه زي كده. زي ما قلت لكم برضو كلاسيك، وبرضو موضتها عمرها ما هتروح. يعني بصوا اي موضه هتطلع في الاخر برضو هنرجع لنفس الحاجات اللي هي دايما شكلها حلو، دايما بتليق على كل حاجه. الترنش كوت، الليذر جاكيت، جاكيت جينز، الحاجات اللي هي اساسيات دي. او لو لقيت بديل لي عاجبني اكتر ممكن اشتريه واتخلى عن ده. في برضو بليزر كده جلد كنت جايباه من الوكاله ب 100 جنيه، بجد الاسعار دي مبقتش موجوده دلوقتي عامه. ده ما اعتقدش ان انا هتخلى عنه، حاولت شويه البسه الشتاء اللي فات وفعلا لبسته وعملت له اوتفيتس حلوه قوي. ده برضو كلاسيك، ما اعتقدش ان انا ممكن اتخلى عنه، بجد شيك قوي. كان عندي كميه بليزرز جلد انتوا مش متخيلين. عامه لو شفتوا في هول قديمه قوي كنت مورياكم كل حاجات الجلد اللي جبتها من الوكاله، معظمها رسمت عليها وبعتها في البراند يعني، وخليت بس الاسود عشان ما كنتش بلبسها، وكان عندي اوبشنز كتير قوي في الشتاء، وبجد مش بلبس كل ده. يعني احنا بنروح فين؟ هنروح فين والله العظيم. مهم يعني والله مش ندمانه. احلى حاجه ان انا بنسى اللبس التراثي بتاعي. بصوا ده بنطلون معمول في سيوه، متطرز في سيوه، بيلبسوه تحت الجلاليب يعني. انا بقالي فتره كبيره، بصوا انا كنت بلبس دايما لبسي كتير قوي عشان كنت بنزل الشغل كتير. دلوقتي لا، نزولاتي بقت محدده، بروح الجيم اكتر، بروح حاجات سهله، بنزل السوبر ماركت مش عارفه ايه. فالنزولات بقت محدده شويه، ممكن الايفنتس يتلبس فيها اكتر الحاجات اللي هي متطرزه وفيها شغل. بس المهم يعني ما بقيتش البس الحاجات التراثيه قوي، الحاجات المطرزه، الحاجات اللي على النول اليدوي، الحاجات دي بقيت البسها اقل. بس برضو حبي ليها لسه موجود، بس كان في فتره بلبسها اكتر يعني. دي ما اعتقدش ان انا هتخلى عنها، لان هي لو اشتريت حاجه تراثيه دلوقتي اتاكد ان، يا رب اكون بس يعني عايزه اكون متفائله، بس اعتقد ان هي ممكن ما تكونش موجوده بعد كده. حاجات بتختفي وتندثر والناس بتزهق، ومش دايما بتبقى عندها خلق ان هي تقعد تشتغل الشغل اليدوي. فبجد الحاجات اليدوي قيمه جدا 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 جدا. انا مبسوطه قوي ان بجد ربنا وقعني في الشغلانه بتاعت المحل اللي بيشتغل مع السيدات في كل حته في مصر، بيشتغلوا تطريز وكده، سيدات ورجاله يعني، عشان خلاني اجمع قطع كده موجوده في دولابي لحد دلوقتي، حاجات مميزه جدا 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 ومفيش زيها، وبجد بعتبر ده استثمار. اعتقد برضو ولادي هيشكروني لو خلفت بنات، يعني ولادي هيشكروني عليها.
او احفادي او مثلا ولاد اخواتي، اي حد يعني هيشكرني عليها لو قدر الحاجات دي ولو ستايله زي يعني. حاول احببهم في الحوارات دي. اوكي، اخر حاجه انا مكسله اروح اجيبها، بس في اوكسفورد شوز كده حمراء، بس الكاتيجوري دي ممكن نكتب ايه؟ اللبس الكلاسيك. يعني ايه اللبس الكلاسيك؟ البليزرز، الجزم الكلاسيك اللي بكعب عالي، البنطلونات اللي هي دراسي شويه، الحاجات دي اللي ما بتتلبس غير مثلا ايه انتوا عارفين في المناسبات الكلاسيك دي، في جوب انترفيوز، قرايه فواتح قرايه فواتح، في اوبرا، الحاجات دي، في كتب الكتابات. يعني الحاجات دي عامه مش معنى ان احنا مش بنلبسها كل يوم يبقى نتخلى عنها عن دولابنا، لان احنا هنتزنق زنقه بشعه في الوقت ده، وهنضطر ننزل نجيب اي حاجه وخلاص. فمثلا عندي بليزر اوف وايت كنت جايباه من مانجو سنغافوره. انا رحت سنغافوره سنه كام؟ والله العظيم من زمان جدا، 2014 يمكن، ده من اكتر من 10 سنين. اوكي جبته من مانجو. هل انا بلبسه كتير؟ لا. ولونه اوف وايت، يعني ما لقيتش بليزر اسود عاجبني بصراحه. انا ماليش برضو في البليزرز قوي، يعني اكتشفت بعد سنين ان هي مش مناسبه قوي للبودي تايب بتاعي، او يعني ستايلي كمان. بحب اكتر الحاجات اللي هي هليلي شويه. بس البليزر ده مؤخرا لبسته في قرايه فتحه بنت خالتي، وبينفع على فكره. يعني اللي هو انا ماشي عندي بنطلون ساتان اصفر، البس عليه ايه؟ طب ماشي مش عارف ايه، الجو حر، طب ايه ده؟ بليزر اوف وايت. فاللي هو اسعفني، موجود في دولابي، جاي في شنطه الدراي كلين نظيف، مستني المناسبه. دي الحاجات اللي انا اعتقد، يعني ما اعتقدش ان انا هتخلى عنها في دولابي. برضو لو غيرت رايي ممكن اعمل فيديو تاني واقول لكم عادي، انتوا عارفين انا صادقه يعني. احلى حاجه التوازن، يعني ولا نديك كلاتر الدولاب ونخلص كل حاجات، ولا نمليه ونقعد نشتري وما نعرفش ايه اللي فيه. لان انا قلت لكم يعني كل ما الدولاب يبقى رايق وفاضي وحلو، كل ما تعرفوا انتوا عايزين تلبسوا ايه وتعملوا اوتفيتس اكتر، بالعكس مش اقل، اكتر. وزي ما قلت لكم انا بجد لسه مع فكره ان انتوا تخبوا حاجات من عينكم. يعني مثلا انا ان شاء الله هطلع خلاص الشتوي، مش خلاص يعني بفكر اطلعه والله عشان اعمل فيديوز يعني ليكو، مش عارفه لسه هشوف. بس وانا بطلع مثلا الشتوي وبدخل الصيفي، ممكن ما اطلعش كل الشتوي. لو في شتوي حاسه ان انا عايزه اوزعه او حاجه، ممكن اشيله في الشنطه للسنه اللي بعدها، عشان السنه اللي بعدها لما اشوفه اقول ايه ده وحشني قوي، ده انا عايزه البسه. او احس اللي هو لا خلاص انا بجد ما بقاش ستايلي، فاتخلى عنه. اعملوا الفكره دي وخبوا حاجتكم عن عينكم وعشان توحشكم، وفي الاخر بجد زي ما حصل لي بالظبط هترجعوا لها تاني. المهم يعني يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، كان مفيد واداكم يعني وجهه نظر مش بطاله. وبس اشوفكم بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله يا رب، ويومكم حلو. باي باي.